اعمل كل اللي تقدر عليه، كل اللي تقدر عليه. ليه؟ عشان يوم النتيجة جت حلوة فربنا كرمك على تعبك، جت وحشة ربنا شايل لك تعبك، بس مع النتيجة الوحشة ربنا بينزل على بيتكم كده لطف، اسمه لطف الأقدار. يعني حضرتك في قدر، بس في كلمة الحمد لله، في كلمة أحسن ما كان يحصل كذا، في كلمة إحنا راضيين. دي ما بتجيش كده، دي ليها تمنها تعبك. وفي ناس ما قضياها لحد آخر يوم، ويجي في آخر يوم يقول لك هو أنا ألحق ألم الفيزياء في ساعتين قبل الامتحان؟ ماشي تلحق يا حبيبي، كله تمام، دخلت سقطت الحمد لله. مفيش كلمة الحمد لله في البيت. في أقدار سيئة، في فواجع الأقدار بقى، مش لطف الأقدار. خد بالك، عشان يعني مش هقول لك ان تعبك اليومين الجايين هو تذكرة النتيجة العالية، بس هو لطف الأقدار بتاعك. انت تعبت وعملت اللي عليك، فربنا هيرضيك ويرضيك باللي هو قسمهولك. خاف على أهلك. لو ما عندكش أي طموح في الحياة تعمله ومش فارق معاك نجاحك من سقوطك، فبيتهيألي يفرق معاك أهلك اللي في البيت اللي مستحملين اللي عشانك. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. انا حاسس في نفسيتي، ومن امبارح ما نمتش بسبب الراجل ده. لو كل ولي امر منكم جاوا اتفرج على ابنه، هل هو ده الانطباع اللي حاسته عنه ولا لا؟ ايه، انا سرحت في الحصه ومسكت الموبايل عقوق والدين؟ ايوه. هو مش مأمنك امانه وتعبان في الفلوس اللي مديها لك عشان تيجي تقعد القعده دي وتفضل مركز طول الحصه من اولها لاخرها؟ خلاص انت سرحت، خنت الامانه، ما سمعتش كلامه، ما كنتش قد ثقته. اتقوا الله في اهلك، اتقوا الله في اهاليكم، كفايه اللي هم فيه، ما يبقاش انت والزمن عليهم. ربنا يهديك لنفسك.